مساء الخير يا جماعه، انا رهيب الزكي فظيع. ارتبطت وفركشت كتير، كل ما ارتبط بواحده ما كملتش شهرين وبلاقيها بتطير. هحكي لكم حكايتي. اول واحده حبيبتي وخطيبتي وروحي فيها منال الامير. انا كنت بشتغل الصبح، انت بتشتغلي الصبح وبالتالي بتنامي بدري. كنت بنام قبلك بساعه بالظبط، ساعه واحده. في الساعه دي بقى انا عرفت عليها سهير الصغير. مش ذنبي، ما انت اللي بتنامي بدري. حبيتها، اتعلقت بيه. لا ده انت بتستهبل بقى علشان تفركش. انا اتصدمت وزعلت. انا بستهبل عشان نفركش؟ لا هو انا اصلا مش بتاع جواز. تاني واحده ارتبطت بيها سنيه الوكيل، عرفتها اول ما رجعت من الخليج. احنا بقالنا كتير عارفين بعض وانت خلاص كونت نفسك في الخليج. بعد ما عرفتها وعرفتني اكتشفت عيب خطير. ثانيه انا اكتشفت اني ما بعرفش اتعامل مع المصريين. اتعودت على الاجانب وانا ما كانش ليا علاقه بواحده مصريه قبل كده. اجانب ايه ياض، انت كنت في الخليج وريفر. ده انت بتستهبل بقى عشان تفركش. انا صدمت وزعلت. انا بتلكك عشان افركش؟ لا هو انا اصلا مش بتاع جواز. تالت واحده ارتبطت بيها وبعد سنين من معرفتي بيها قلت لها اسف مش هينفع نكمل مع بعض. انت مربيه قط ذكر في بيتك وانا بغير جدا. نعم يا اخويا، حتى لو من القط بتاعك. اسف مش هنقدر نكمل. انت بتتلكك بقى علشان تفركش. انا اتصدمت وزعلت. انا بستهبل عشان نفركش؟ لا هو انا اصلا مش بتاع جواز. رابع واحده والاخيره، وبعد ما كنا خلاص قربنا كده سيكه وهنتجوز ب60 نيله، قلت لها نسيت اقولك انا اصلي متجوز واحده ايطاليه من اصول بريطانيه. نعم يا اخويا، وخلف منها 12، 6 في السويد و6 في الطريق. انت بتتلكك بقى علشان تفركش؟ انا اتصدمت وزعلت. انا بستهبل عشان افركش؟ لا هو انا اصلا مش بتاع جواز.